انت بطلت تضرب زوجتك ولا لا؟ بتقول نعم ولا لا؟ ها؟ انا بقول انه الان انا في طريقي الى نيويورك لاقابل مسؤولين الامم المتحده والمسؤولين في مجلس الامن، وثم اذهب الى القاهره لاقابل هؤلاء الناس، ثم اتكلم في هذا الموضوع وفي المواضيع الاخرى. يعني مش الان لا للجزيره ولا للسيد صبره. طيب، لو طلب منك المجلس الوطني السوري أن تقول صراحة أنك مع تنحي الأسد، أهلا وسهلا بهم، نتقابل ونتكلم مش عبر الجزيرة. يعني واحد منهم اتصل بي، تكلمنا مطولا امبارح، واظن ما كان عنده لا لوم ولا اتهام ولا تشدق بالطريقة دي، ولن أتكلم معاهم عن طريق الجزيرة. يعني ما قاله جورج صبرة في هذه النشرة ترفض الرد عليه؟ لا، هذه أطلب منه اعتذار عليه. طيب، في حال تحدث معك الآن، ما قلت لك مش عبر الجزيرة. طيب، هذه قضية مهمة جدا. ما هو شعبه قاعد يتقتل فعلا كل ساعة. امبارح هذه فاليري ايموس راحت الى سوريا متوقعه انه في 1,000,000 واحد محتاجين الى مساعده، وجدت انه في 2,500,000 بشر محتاجين الى مساعده، محتاجين الى اكل، محتاجين الى ميه، محتاجين الى ايواء. طيب يعني سيد الابراهيمي، كبيره جدا جدا انه نتكلم فيها عن عبر الجزيره او اي وسائل اعلام اخرى. انا موجود واهلا وسهلا بكل الاخوان السوريين. انا ما قلت اتكلم مع كل الناس. طيب ايش الوسيط؟ شو يعمل الوسيط؟ طيب سيد الابراهيمي، من اجل ان تنجح في مهمتك هذه، ما هي الضمانات التي حصلت عليها؟ لن اخاطب الناس من عبر الاعلام. طيب، لن تخاطب الناس عبر الإعلام، لكن هل لك أن توضح لنا أكثر مضمون الضمانات التي حصلت عليها؟ يعني مثل ما بدهم. طيب، ما هي الضمانات التي حصلت عليها؟ شكرا جزيلا، مع ألف سلامة. شكرا جزيلا لك السيد الأخضر الإبراهيمي، الممثل العربي الدولي إلى سوريا، كان معنا عبر الهاتف من باريس. احتفل المسلمون في معظم أصقاع الأرض بعيد الفطر